أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار، ولكن الدخول إليه لا يمكن أن يتم ارتجالا ولا عفوا، لا بد من التخطيط العلمي والبرمجة القائمة على أساس من فهم ما نريد وإدراك موكب التحضر الإنساني وقيم الحياة الحضارية. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو التمويل للخطة الخمسية، فلا بد أن يستقر في الأذهان أننا اليوم دولة مهما كانت ظروفنا، ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فاعطونا، بل على العكس وضعنا خطتنا لنقول لأنفسنا نحن اليمانيين المسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة، فهي تخصنا وتهدف إلى تحقيق الرخاء والسعادة لنا. البلد يا أيها المغوار مثلك يفتقد، أنت الشهيد الحي والليث الأسد، ستظل حيا في القلوب إلى الأبد. يا أيها المغوار في هامة التاريخ اسمك شامخ، منك البطولة والشجاعة تستمد، سيظل إبراهيم رمزا خالدا لا ينتسى الحمدي من ذكرى أحد. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد. شهم يماني شجاع قائد، وبهيبة العظماء والمجد انفرد، كم كان عهدك بالحياة مبشرا، قد خلد التاريخ عهدك واعتمد. يا أيها المغوار لك في ضمير الشعب قدر باجد، ما مات حبك في الضمائر أو جماد، إن ظن مصاص الدماء بأنهم قد غيبوك بغدرهم وإلى الأبد. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد. هيهات إن الشعب حي حاضر، سيحاكم السفاح لو طال الأمد، فالشعب واف والوفاء شعاره، وعلى خطاك الشعب ماض ما شراد. يا أيها المغوار نم في جنان الخلد يا ليث الوغى، تغشاك رحمة ربنا الفرد الصمد، يهناك يا فخر العروبة كلها، لا نام جفن للجبال ولا رقاد. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار